القضية التي اهتز عليها الرأي العام الوطني، واللي كانت فيها الكثير من القيل والقال وكثير من المعطيات. لكن اليوم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، العدالة تأخذ مجراها والنيابة العامة، وكذلك اليوم المراحل وصلت عند قاضي التحقيق. معنا كذلك الأستاذ الدكتور صبري الحو عن هيئة مكناس، مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، والذي يؤازر أحد أسر الضحايا أو الأسرة الرئيسية التي وضعت شكاية في هذا الموضوع، من أجل نعرفوا مستجدات هذا الموضوع اللي اليوم كان فيه العرض على السيد قاضي التحقيق. نعم أستاذي، وقيل صحيح الكلام ديالي إن صح التعبير؟ صحيح. القضية قضيتين معروضتين اليوم على قاضي التحقيق، وتم تأخير الملفات إلى غاية 15 أبريل المقبل إن شاء الله، لإضافة إجراءات مسطرية بخصوص ملف التحقيق واستدعاء المصرحين في المحاضر من أجل اتخاذ قرارات مبنية على وقائع ومعطيات في الملف. والعدالة واخذة مجراها، ولنا كامل الثقة في قضاة التحقيق، وخاصة القاضي الذي ينظر في هذه القضية. الأمور ما زالت في طور البحث وفي التحقيق الإعدادي، وهنالك أطراف أخرى لم تقدم بعد. وأعتبر شخصيا أن القضية التي استرعت بانتباه جميع المغاربة تستحق هذا الانتباه، تستحق هذا الأخذ الحيطة والحذر، لأننا نحن في مرحلة انتقالية. يجب كسر طابوهات الصمت بخصوص هذه القضايا، لأنها تمس بالطفولة، تمس أيضا بالمستقبل، باعتبار أن الطفولة هي والشباب هو عماد المستقبل. هؤلاء أطفال يحتاجون إلى رعاية من أجل تفتح فكري وجسدي، ومن نمو هذه الشخصية في ظروف وفي بيئة سليمة. هذه من يتربص بالشباب وبالطفولة هو هاجس واهتمام كافة المغاربة، ليس الأسرة وحيدة، ليس أهل جيجو وحيدين، بل المغاربة جميعا وراء هذه القضية من أجل إنصاف طبيعي الضحايا، ومن أجل العناج النفسي لهم، ولكن أيضا من أجل أن يتم القطع مع هذه الجرائم التي تمس بكيان المجتمع بصفة عامة، لأنها ليست بمجرد جريمة ذات بعد أو ارتباط أخلاقي، بقدر ما تمس بكينونة وأركان المجتمع المغربي بصفة عامة. إذن نحن في بداية طريق التحقيق، لنا الثقة ولنا الرجاء ولنا أيضا الطلب والملتمس من أجل تقديم كافة المتورطين في هذه القضية، ومن أجل تكييف منصف قانوني وعادل، باعتبار أن هذه القضية هي قضية ذات ارتباط وذات علاقة بالاتجار بالبشر وليس شيئا آخر. هذا اعتقاد وإيمان شخصي، لأن هنالك استغلال لظروف الحاجة، لظروف الفقر، من أجل الاستغلال الجنسي، وهو ركن أساسي من أركان جريمة الاتجار بالبشر. إذن هنالك نداء إلى النيابة العامة، نداء إلى السيد الوكيل العام للملك، من أجل أن تكون الأبحاث مبنية وذات تركيز كبير، من أجل أن يكون تكييف قانوني وينسجم مع معطيات وظروف هذه النازلة التي هي ذات ارتباط وثيق بجريمة الاتجار بالبشر. أركان هذه الجريمة متوفرة، لا ندين أحد، ولكن نريد أن تكون ملتمسات ومطالبات إجراء بالتحقيق مبنية على وقائع، باعتبار أن هنالك ضحايا
هنالك استغلال للحاجة، هنالك استغلال للفقر من أجل استغلال جنسي، وهذا ركن أساسي من أركان جريمة الاتجار بالبشر. نعم دكتور، اليوم تضاربت الآراء ما بين من يعني من بعض الاتهامات. اليوم تسمع الدراكي، تسمع الأستاذ، تسمع فلاح كبير، تسمع مساعد ديال واحد السيد كان كيتسخر. كثرات الكلام، الا كان ممكن كنعرفوا كاينه سريه البحث باش نفندوا هذه الاشاعات ونبعدوا، لانه اليوم راه كندويو على مؤسسات، كندويو على مؤسسه امنيه، كندويو على استاذ اللي هو مؤسسه تعليميه، اللي هو يعني هذه مهن اللي اليوم موكول لها حمايه الطفوله وحمايه المجتمع. واش هاد الناس فري كما كنقولوا صحيح انهم متورطين في هذه الواقعه، او هو فقط كتبقى اشاعات يروج لها؟ بغض النظر عن الصفة، بغض النظر عن المهنة، وبغض النظر عن الوظيفة، وبغض النظر عن اللقب، ما يمكن أن نؤكده أن الأبحاث ما زالت مستمرة. لا يمكن أن نطلق التهمة أو نتهم أحدا لأننا لا نملك سلطة الاتهام. ما يمكن أن أؤكده من موقعي وضمن دائرة اختصاصي وضمن حدود ما يمكن أن نصرح به أن الأبحاث ما زالت جارية ومستمرة. شكرا لك أستاذ على هذه التوضيحات. الدكتور صبري الحو، محامي وحقوقي. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، وواحد من القامات اللي في هيئة الدفاع المغربية اللي كنفتخروا بها. شكرا لك أستاذي. نقصوا ساعة في رمضان حيتاش اصلا هاد الساعه هادي راه هما زايدينها لينا، فهمتيني؟ اما الوقت العادي راه هو هذا اللي كنعيشوه في رمضان، فهمتيني؟ راه هما كانوا مزيدين لنا الساعه على حسب قالك باش يديروا توفير للطاقه، يعني يبقاو يفيقوا الناس بكري باش فهمتيني مابقاش يشعلوا الضوء، وهذا توفير الطاقه يعني، فهمتي؟ هادشي علاش بنيت داكشي باش هما انهم كانوا زايدين ساعه. كنا كنفيقوا مثلا كنفيقوا مع 6 الصباح، هي راه كنفيقوا مع 6 راه هي 5 الصباح، كتلقاي كتفيقي مثلا 6 ونص كيأذن الفجر. الفجر ما تيأذنش مع 6 ونص، ولكن شي ايامات كتصلي الفجر مع 7 الا ربع، راه مع 5 ونص ولا 6 الا ربع فين كانت، فهمتي؟ داكشي باي نجي معاه. التليفون هذا ما كيصواني، ما كيسمعش حد فيكم. ما سمعتوش؟ حطيه في الطبله باش تسمعيه باش يفيقك الفجر. الناس ما عقلتش على راسي البارح. وحطيته حدايا، حطيته في الماريو ما سمعتوش. لا مابقاش حتى في الماريو، حتى فوق الطبله هنا باش نسمعو انا وفيقك فوق الطبله هنا في المرح. حنا كنحزن، انا مريضه انايا واختي خودي الزمان ديال والو، مشينا سمعتيها والله راه موتيني كما درتي بحال هاد النهار هذا. دابا تغيرتي عاوتاني ياك؟ عاد قلت هضرتي معايا مؤخرا. كنقول لكم انا كيجيني العطش، انايا كنبغي نشرب الماء كتخلوني.